بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة رقم 78 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أهلا ومرحبا بكم إلى رحاب هذه الحلقة. المشاهدون الكرام، تحية طيبة مباركة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. اليوم في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية يسرني أن نتحدث عن المرأة الإريترية المسلمة والتحديات التي تواجهها، وذلك تمشيا مع احتفالات المرأة العالمية بالثامن من مارس، يوم المرأة العالمي. وقد وددت سيداتي سادتي أن أتحدث عن مكانة المرأة الإريترية المسلمة في هذا البرنامج وفي هذه القناة المباركة، وذلك سيداتي سادتي نقلا عن مقال في غاية الأهمية كتبه الدكتور محمد خير عمر، وقد نشر في موقع رابطة علماء إريتريا. في الجزء الأول منه سنتحدث عما ورد في مقالة الدكتور محمد خير عمر. قال الدكتور محمد خير عمر في مقالته الهامة والتي جاءت تحت عنوان المرأة الإريترية المسلمة والتحديات التي تواجهها، قال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه لا شك في الدور الحضاري الذي تقوم به المرأة في شؤون المجتمعات وبقائها وإعمار هذا الكون، والمرأة الإريترية شأنها في ذلك شأن الآخرين من النساء. وهذا المقال يتناول طبيعة المرأة في المجتمع الإريتري ودورها في حقبة النضال الوطني وحالها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، قوة وضعفا، كما يرصد التحديات التي تواجه المرأة في داخل الوطن وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار وفي الدول الغربية المختلفة، دون إغفال للإنجازات التي حققتها المرأة الإريترية خلال العقود الماضية. هذه كانت توطئة من مقالة الدكتور. وفي الخلفية يقول الدكتور: إن المرأة في كل المجتمعات البشرية تلعب دورا حيويا باعتبارها تمثل نصف المجتمع وشريكة الرجل في استمرارية الحياة البشرية، وأن الزواج بين الجنسين هو السبيل الوحيد للتناسل للبقاء، أي لبقاء جنس الإنسان في هذا الكون لتعميره. وما كانت المرأة مهمة في تربية الأجيال إناثا وذكورا ليقوموا بمهمة الإنجاز الحضاري. لذا فإن الحضارات الإنسانية منذ القدم اهتمت بالتكامل بين المرأة والرجل عبر الارتباط بالزواج، وجاءت الديانات السماوية مؤيدة لمؤسسة الزواج التي يتحقق عبرها الطمأنينة والسكن والمودة والرحمة والاستقرار النفسي والسعادة. فحاجة المرأة والرجل لبعضهما تمليها سنن الله وقوانين الحياة، فهي علاقة تكاملية تقتضيها الضرورة البشرية لاستمرار الحياة. فالمرأة الإريترية كغيرها من النساء تعتبر جزءا أساسيا من صيرورة التاريخ في إريتريا، فهي الأم والجدة والزوج والأخت والبنت والعمة والخالة إلى آخره. وعندما يتحدث الدكتور محمد خير عمر عن المرأة في الإسلام يقول في مقالته: الله سبحانه وتعالى خلق المرأة من الخامة نفسها التي خلق منها الرجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. ولكن جعل الله لكل منهما استعدادات فطرية خاصة تتسق وتتوافق مع الوظيفة المنوطة به التي سيؤديها كل منهما للقيام بوظيفة الاستخلاف في الأرض والسيادة على الكون.
وهو نوع من التحرر والانغماس في الوجود والانتقال إلى خانة السيادة نتيجة القدرة على التسمية. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سورة الليل. فالليل والنهار من جنس الزمن، لكن لكل منهما وظيفة تلائمه، فليس وظيفة الليل كوظيفة النهار. كذلك المرأة والرجل، عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة، كذلك المرأة والرجل من جنس واحد، ولكن لكل منهما وظيفة واستعدادات فطرية خاصة به وملائمة له. فإذا كل من المرأة والرجل أدى وظيفته وفق استعداداته وفطرته، انضبطت الحياة واتسقت مع وظيفة الاستخلاف ومشت في فلكها من غير عراقيل، كما الليل والنهار والشمس والقمر في فلك يسبحون وفق الوظيفة، فلا تصادم ولا تزاحم في حيز واحد. فإذا التحق المرأة والرجل بوظيفة واحدة خلت الحياة من التوازن، كما الليل والنهار إذا أصبحا أحدهم سرمدا فسدت الحياة واختل نظام الكون. فالليل والنهار ظاهرتان كونيتان لازمتان لاستقامة الحياة. كذلك المرأة والرجل مخلوقان مختلفان في الاستعداد والوظيفة من أجل استقامة الحياة وتكاملها. وما يفرضه الشرع على المرأة متفق مع فطرتها وجبلتها ومنسجم مع السياق الوجودي كله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك. وعلى مستوى التكاليف وفي خطاب الشرع، هن صنو الرجل، والمرأة المسلمة رفعها الإسلام من منزلة النساء إلى منزلة أنها كل النساء. فالحياء هو خلق هذا الدين، وأعظم خلق المرأة الحياء، يجعلها في منزلة كل الدين. وما الحجاب الشرعي إلا تربية عملية على طريقة استحكام العادة لأسمى طبائع المرأة، الرحمة والحياء. وما كان الحجاب مضروبا على المرأة نفسها، بل على حدود من الأخلاق، وهي كاملة الأهلية كأهلية الرجل سواء بسواء. واعتبرها الإسلام محلا للخطاب والتكليف والاستجابة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل. فهي مخاطبة كالرجل تماما، ومسؤولة وراعية في بيت زوجها وفي كل ما تطلع به من عمل يتفق مع فطرتها واستعداداتها الخلقية. شأنها في ذلك شأن الرجل، وشرع لها الإسلام الحقوق الإنسانية الكاملة لكونها إنسانة كاملة الأهلية، كما فضلها في بعض المواطن التي هي أقرب إلى وظيفتها ودورها في الحياة، فضلها على الرجل، كما الرجل أيضا في بعض المواطن لنفس السبب. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سورة النساء. وهذا التفضيل كما يرى الدكتور محمد خير عمر لم يعصف بالحقوق الإنسانية للمرأة، والمساواة عادة لا تتصور إلا في الحقوق الإنسانية العامة. أما في مجال الاختصاص فلكل منهما له تميزه عن الآخر. فالمرأة خلقت من نفس الخامة التي خلق منها الرجل، بعيدا عن التقابل الذي يفضي إلى الصراع، والخلق من نفس واحدة يتحقق بها السكن والطمأنينة والألفة. قال تعالى: أو الإلفة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم.
والتعبير بالزوج هنا تعبير وظيفي لا يقوم أي لفظ آخر مقامه أبدا، فالزوجة تدل على الصحبة والتكامل والتشابه والانسجام والمودة والرحمة. كل هذه المفردات تؤديها كلمة زوجة. والوظيفة الأسمى للمرأة في المجتمع المسلم هي وظيفة الأمومة المقدسة، وهي أشق المهام وأكثرها تعقيدا. فبقاء المرأة في البيت وجلوسها فيه لتؤدي أسمى المهام وأجلها على الإطلاق، وهي وظيفة الأمومة وتربية النشء، ليس حبسا وظلما لها، إلا إذا كان جلوس الموظفة في المكتب لتؤدي عملها هو الآخر سجنا وظلما. ولذا فإن بقاء المرأة في بيتها لتقوم بمهام الأمومة والتربية ليس ظلما لها، بل هو حاجة إنسانية ومهمة رسالية سامية. قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أمير الشعراء أحمد شوقي. إن كان الرجل أعقل من المرأة بفكره، فهي أعقل منه بحواسها، وإن يكن أقدر في قوته فهي أقدر في عواطفها، وإن يكن في البلية عود الثقاب فهي الحريق كله، كما يقول الرافعي. والمرأة الإريترية عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، كما يرى الدكتور محمد خير عمر، يقول: المرأة الإريترية تعيش في مجتمع تحكمه عادات وتقاليد أغلبها مستمدة من الدين، وهي ستظل في ظلاله وتستمد وجودها من قيمه وفضائله. وكان قانون حيادتها دائما قانون الأمومة المقدسة، فهي الطهر والعفة، هي الصبر والمصابرة، هي كل الفضائل في تلك الحياة الفاضلة. في مجتمع يحيط المرأة بالرعاية التي تقوم عمادها على الفضيلة والعفة برعاية أبوية وأسرية كريمة، تكون فيها المرأة الدرة المصونة في خدرها والقارة في خبائها، دونها الأرواح والمهج، فيها معاني الشرف كله. المساس بها تعني حرب داحس والغبراء، مكانتها عالية ومنزلتها سامية سامقة. وفي الزواج تمهر بعدد من الإبل أو البقر أو الذهب والفضة، كما تكرم العروس عند الزواج من أهلها وأقاربها وصديقاتها بما تيسر من مال وأنعام بحسب عادة كل قبيلة. مما يدل عزيز المشاهد على مكانة المرأة عند المجتمع الإريتري المسلم، وهي دوما تبقى تحت الرعاية والمتابعة حتى بعد الزواج من أسرتها وعشيرتها، وتكون بعد الولادة أميرة متوجة لا تشبهها امرأة في الدنيا، إذ تخدم شهرين متتابعين وترعى رعاية كاملة غذاؤها السمن واللبن كعادة درج عليها المجتمع الإريتري، ولا تمس شيء بيدها الشريفة، فتخرج كأنها بنت المطر، بضلة ممشوقة وأميرة مسودة، أي سائدة يعني. وفي فترة النضال أسهمت المرأة الإريترية في حرب التحرير، وتعطرت بالبارود وتعفرت بالتراب وكابدت المشاق، وأسهمت بالانعتاق من رتق الاستعمار. وإن شاب ذلك وإن شاب ذلك محاذير شرعية لا تخفى. على كل قامت المرأة في عهد الثورة بأدوار حيوية بكل قوة وشجاعة في مختلف هياكل الثورة، فكانت فدائية وكانت جندية وكانت ممرضة وقيادية وإدارية في مختلف هياكل الثورة الإريترية. وهناك مناضلات من نوع آخر، هن النساء المناضلين اللائي كن يتحملن عبء تربية أطفالهن. وفي الأرياف أيضا كان يقع عبء إطعام المقاتلين على النساء في المراحل الأولى للثورة، كما كابدت المشاق وتحملت الفقد والفقر والفاقة وذاقت الألم باستشهاد الابن والأب والأخ والزوج والقريب. وقد استهدفت من المحتل الإثيوبي
وقتلت وأحرقت وشردت وتغربت، وفارقت ديارها وهدم خباؤها، وسكنت المخيمات وافترشت الغبراء والتحفت السماء، تحملت حر الصيف وزمهرير الشتاء، وأصابتها المسغبة ونان منها الجهد والتعب بكل ما تعني كل تلك الكلمات. وقد كان للفكر الماركسي في الثورة الدور الكبير في استقطاب الثورة في النضال وتشجيعها لرفعها السلاح، ولعل الغرض من ذلك كان لنشر الفكر الذي آمنت به فصائل من تلك الثورة، وكانت ضرورات نضالية كما يرى الدكتور محمد خير عمر. على العموم، مع تلك التضحيات في فترة النضال للمرأة الإريترية، فإن أوضاعها بعد الاستقلال، أي استقلال إريتريا، لم تتحسن، بل أصبحت تعيش نفس العنة والرهق قبل التحرير وربما أسوأ منه، فأصبحت منطقة ساوى مقبرة للشرف والعفة، وحظائرا للاستعباد وكسر عزة وأنفة المرأة المسلمة وإذلالها وطمس هويتها ومحو تاريخها الباسق بالعفة والذهاب بحيائها لضرب المجتمع المسلم في مقتل وإفقاده لهويته الإسلامية. وهي اليوم في إريتريا من أكبر الشرائح المتضررة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة في البلد، حيث الأمية العالية وسطهن خاصة في الريف، ونسبة الفقر عالية بينهن، وأكثرهن يتحملن توفير الغذاء لأسرهن بسبب غياب رب الأسرة في الخدمة العسكرية التي لا نهاية لها، أو الموت أو الإعاقة بسبب الحروب المتواصلة في إريتريا، وهي في الغالب غير قادرة لتوفير الضرورات الغذائية بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يترتب عليه أيضا تدهور أوضاعهن الصحية وأوضاعهن، أي أوضاع من يعول. لتلك الأسباب كما يرى الدكتور محمد خير عمر وغيرها، أصبح البعض منهن يفكر في خوض مشقة اللجوء من إريتريا، مواجهة مخاطر إطلاق النار عليهن من حرس الحدود أو رميهن بالسلاح أي في السجون، أو الموت في فيافي صحراء ليبيا أو سيناء، أو يبتلعهن البحر الأبيض المتوسط، أو يتعرضن لتجارة البشر وقطاع الطرق لابتزازهن أو بيع أعضائهن كقطع غيار بشرية، في واحدة من أكثر صور البؤس والتشرد والامتهان والانكسار في عالم اليوم. لم يبقى عندها ما يبتز به من الألم بعد أن صارت هي صورة مجسمة للألم، ورغم كل هذا كانت المرأة الإريترية تظهر جانبا إنسانيا شديد الثراء بالمعاني النبيلة والقيم الإنسانية الفاضلة، وإحساسها بالمسؤولية هو ما يميز شخصيتها ويجعلها منفردة ونادرة. وعلى الرغم من ذلك لم تكن الصورة كلها سوداوية، بل إن اللجوء لم يكن كله مساوئ، فقد نالت المرأة الإريترية قسطا من التعليم في مخيمات اللاجئين في السودان ومواطنا للهجرات الأخرى بدرجات متفاوتة خلال العقود الماضية، فقد حققت تقدما ملحوظا في السلم التعليمي وإسهاماتها في مختلف مجالات الحياة. فهناك أعداد مقدرة ظهرت منهن الطبيبات والمهندسات والصيدليات والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراه في التخصصات الأخرى والعلوم الإسلامية والاجتماعية، والحافظات للقرآن الكريم، وتزايد عددهن في السلك التعليمي كإداريات ومعلمات في التعليم العام والتعليم العالي، ومحاضرات أي محاضرات في الجامعات خاصة في أرض المهجر. كما أن هناك تحسن ملموس في المهن الأخرى، وحضور في مجال الإنتاج الثقافي والمعرفي، ومساهمات مقدرة في دراسات وكتابات عامة. وعلى الرغم من هذا التحسن للمرأة الإريترية بشكل عام، ما زالت تواجه تحديات كبيرة سواء في الداخل أو في أرض المهجر. ويذكر جملة من التحديات التي تواجه المرأة الإريترية الدكتور محمد خير عمر فيقول: أولى تلك التحديات، أي من التحديات التي تواجه المرأة الإريترية في الداخل، الفقر والأمية العالية وتحمل مسؤولية الأسرة
بسبب غياب رب الأسرة في التجنيد الإجباري المفتوح، التجنيد الإجباري القهري لهن. كل هذه الأمور يترتب عليها تدهور في الجوانب الصحية والجسدية والنفسية، وعدم استقرارهن واستقرار أسرهن. ثانياً، مغامرة اللجوء لأسباب سابقة تعرضنا لها، وتعرضهن لمخاطر السجن أو إطلاق النار عليهن من حرس الحدود، أو تعرضهن لتجارة البشر وقطاع الطرق أو الموت في الفيافي والبحار. ثالثاً، في معسكرات اللاجئين فالمرأة الإريترية والإريتريون عامة يواجهون ضنك العيش وعدم الاستقرار وغياب الهدف وسراب العودة إلى الوطن. فالوطن هو قيمة، أي القيمة المضافة لنيل الكرامة الإنسانية، خاصة إن مكوث الإريتريين في دول المعسكرات أو في تلك المعسكرات قد طالت دون أن يلوح في الأفق أمل أو حد لهذه الغربة. رابعاً، صحيح الإنسان يجد في دول الغرب فسحة من الحرية وحزمة من الكرامة وحياة لائقة بالبشر وتعليماً يحدد متطوراً يرفع مستواه المعرفي وإمكانية اكتساب الجنسية لتكون مواطناً بواجباته، أي يقوم بواجباته وحقوقه وفق الدستور، ويطبق عليك القانون كغيرك بإنصاف. وبالرغم من كل تلك الإيجابيات هناك تحديات، منها التأثر بمظاهر الحياة المادية القائمة التي لا تهتم بالاعتبارات الروحية والمنظومة الأخلاقية، وهذا يشكل تحديا للمسلمين للحفاظ على مبادئهم وقيمهم الدينية، خاصة أن اليمين المتطرف أصبح يضغط بقوة في تذويب الأقليات بما فيهم المسلمين في الثقافات السائدة بغضها وغضيضها. فالتحدي هنا هو في كيفية التوازن بين الاندماج المحمود والامتناع عن الأمور التي تتصادم مع صحيح الإسلام، وأمور أخرى ذاتية مثل اختلاف العادات والتقاليد بين الجيل المهاجر والأجيال الموجودة في الغرب، وتباين طرق التربية الأسرية بين الموطن الأصلي والموطن الجديد، وقلة مناهج ومحاضن التعليم الإسلامي تناسب تلك البيئة. في الأخير يقول الدكتور محمد خير عمر ختاما: فالمرأة الإريترية كغيرها من النساء تعتبر جزءا أساسيا من صيرورة تاريخ الشعب الإريتري، وأدت دورا محوريا في النضال الوطني بمختلف أشكاله، وتحملت وصبرت في مواجهة عواصف الجهل والفقر والتشرد واللجوء والقتل وفقد الأحباب. وبالرغم من كل تلك التحديات التي مرت بها وما زالت، فإن المرأة أظهرت قوة من الصلابة حيث لم تستسلم لتلك التحديات، بل العكس، أصبحت تحقق إنجازات وتقدم في كثير من أمور الدين والدنيا. شكرا لك دكتور محمد خير عمر على مقالتك القيمة التي جاءت تحت عنوان المرأة الإريترية المسلمة والتحديات التي تواجهها. استعرضناه لكم سيداتي سادتي لأهميته وتعميما للفائدة، كذلك أيضا لنواكب برضو الاحتفالات العالمية التي تشهدها المرأة بشكل عام، وقد كان قبل أيام 8 مارس يوم المرأة العالمي، علما بأن الإسلام هو سبق تلك الكرامات والاحتفاءات، فقد كرمها في كثير من المواضع، وهذا جزء مما تناوله الدكتور محمد خير عمر. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير وأعود إليكم لنكمل هذه الحلقة، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. المشاهدون الكرام، متابعي قناة سلامة الإعلامية ومتابعي برنامج مع اللغة العربية، أحييكم تحية طيبة مباركة مجددا، ونواصل معكم الجزء الثاني من هذه الحلقة، وهي الحلقة رقم 87 أو عفوا 78 في برنامج مع اللغة العربية. في الجزء الثاني ولا نزال مع احتفائنا بالمرأة الإريترية والمرأة الإريترية المسلمة،
وكذلك المرأة المسلمة على نطاق أوسع. في هذه الجزئية سنتحدث عن صور المرأة في الشعر الإسلامي المعاصر. يقول الكاتب الدكتور سيد عبد الحميد الشربجي في مقالته: لا تخفى على أحد صورة المرأة في الأدب عامة وفي الشعر خاصة، فالمرأة ملهمة الشعراء وزينة القصائد، والتاريخ الأدبي خير شاهد على ذلك. فبنظرة عاجلة على الشعر العربي في العصر الجاهلي لا تخطئ العين صورة المرأة البارزة والجلية في أشعار الجاهليين. ويكفي عزيزي المشاهد أن ما من معلقة من المعلقات العشر أو السبعة على رأي بعضهم، وهي أجود 10 قصائد في الشعر الجاهلي، إلا واستهلت بالحديث عن المرأة والوقوف على أطلالها المندرسة والبكاء على فراقها، أي البكاء على فراقها. وجاء الإسلام ولم يتخلى الشعراء كلية عن هذا المبدأ، فنرى المقدمات الطللية يقفون على الأطلال والغزلية عند شعراء صدر الإسلام الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، أمثال سيدنا حسان بن ثابت شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عنه في حلقة، وكعب بن مالك وغيرهما. وتذكر كتب السيرة قصة إسلام الشاعر كعب بن زهير ابن أبي سلمى الذي تحدثنا عنه في يوم من الأيام، الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه بسبب هجائه اللاذع للإسلام والمسلمين. ولما جاء ليعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال قصيدته الشهيرة التي استهلها بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى آخر القصيدة الجميلة يعني. واستطرد في استهلاله حتى وصل للاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم عما قاله في حق الإسلام والمسلمين: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. ولما انتهى كعب من قصيدته لم يثبت في الروايات نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم له عن هذا الاستهلال، بل إنه قبل اعتذاره. وتقول الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خلع بردة كان يلبسها وألبسها كعبا تعبيرا عن سعادته، ودخل كعب ابن زهير في الإسلام والتاريخ. ثم تطور الأمر بعد ذلك عزيزي المشاهد، ولم تعد المرأة يستهل بها القصائد فحسب، بل صارت تحتل قصائد كاملة. وظهر شعراء لم يكتبوا شعرا إلا في المرأة، بل ربما لم يكتبوا إلا في امرأة واحدة، وصار شعرهم مقصورا عليها. وأطلق مؤرخ الأدب على هذا اللون الشعر العذري، وعلى الشعراء العذريين. وتميز هذا اللون من الشعر بتناول المرأة تناولا معنويا لا تناولا حسيا. ولسنا هنا كما يقول الكاتب بصدد بحث هذه القضية من زاوية فقهية أو تحليلها أدبيا، فقد فرق الفقهاء بين الشعر الفاحش والشعر العفيف، فحرموا الأول واشترطوا في الثاني أن لا يكون في امرأة معينة حفظا للأعراض وصيانة للحقوق. ثم في عنوان فرعي يقول الكاتب: تناول الشعر الإسلامي المعاصر للمرأة. يقول: فهل أخرج الشعر الإسلامي المعاصر المرأة من دائرته، أم تغيرت صورة المرأة فيه عما هي عليه في الشعر عامة وفي تاريخنا الشعري خاصة؟ يقول في تساؤله أو يجيب: إن المتتبع للشعر الإسلامي المعاصر يلاحظ أنه لم يتخلى عن المرأة، وإن كان قد تخلى عن أشكال معينة في التناول الشعري للمرأة الذي اشتهر في الإبداع الشعري عامة، فمحت إلى حد كبير الصورة الانهزامية أمام المرأة،
واختفى الشعر المرتمي في أحضان المرأة المفتون بها أو الهائم في سحرها المرتجي عطفها ورضاها، واختفت المرأة المعشوقة التي تسيطر على الشاعر وتسلبه عقله وتشغل تفكيره وتستحوذ على اهتمامه أو اهتماماته وتكون محط إبداعه. بل يعلن بعض الشعراء الإسلاميين رفض هذا اللون صراحة، فهناك ما يستحوذ على مشاعرهم ويشغل عواطفهم عن الهوى والغرام. يقول الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي: عودي فقد أغلقت بابي وسئمت شوقي واضطرابي، أيضيع شعري في الهوى وأنا عصامي الخطاب؟ قالت: أتعتزل النسيب ولم تزل غض الإهاب؟ فأجبتها: لا تعجبي، ما فرصتي إلا شبابي، ما الشعر إلا عدتي أجلو به طرق الصواب، هذا سلاحي أخدم الإسلام أنشد لا أحابي. ويقول هاشم الرفاعي في أبيات: أقسمت لا حبا شكوت ولا هوى يدمي الفؤاد ويرسل الآهات. أقسمت لا حبا شكوت ولا هوى يدمي الفؤاد ويرسل الآهات، كلا فلست من الذين شقاؤهم وهناؤهم بمشيئة لفتاة. ولكاتب المقال قصيدة بعنوان وضوح يقول فيها، وكاتب المقال كما نوهنا في المفتتح هو الدكتور سيد عبد الحليم الشربجي. يقول الكاتب في أبيات هي في غاية الأهمية: تراودني عيونك أتقيها، تراودني عيونك أتقيها، وأهرب نحو إيماني سريعا، تسائلني أليس الشعر ودا وتهياما وشوقا وولوعا؟ فقلت لها: فإن الشعر عندي سمو زاد في قلبي الخشوع. وهي مشاعر لا تتنافى مع شعور الحب نحو المرأة إذا كان متوازنا، كما قد يظهر في قصائد أخرى لشعراء ينتمون إلى قيم الإسلام، وتعبر قصائدهم عن توجه إسلامي في التصور والمشاعر. والمتتبع عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة للشعر الإسلامي المعاصر يلاحظ اهتمامه بمخاطبة عقل المرأة وقلبها وفكرها ودعوتها إلى طريق الهداية. ولعل الذي ساعد على ظهور هذا اللون هو تخلي المرأة المسلمة المعاصرة عن التزامها الإسلامي في ملبسها ومظهرها، أو حقيقة تحليها بذلك، وبالتالي في تفكيرها، كما تظهر بجلاء صورة المرأة الملتزمة في أشعار الإسلاميين في قصيدة بعنوان إليك يا ابنة الإسلام. يقول الشاعر: يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي، عهد السجود لفكر الغرب قد ذهبت أيامه، فاسجدي لله واقتربي، فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم، من كل مستغرب في فكره خربي، ولا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجب، صوني جمالك، صوني العرض لا تهني، وصابري واصبري لله واحتسبي، إن الحياء من الإيمان فاتخذي منه حليك يا أختاه واحتجبي، تذكري الوردة البيضاء يانعة يفوح منها الشذى يشتم عن كثب، حتى إذا ابتذلت ماتت نضارتها وألقيت قلقذا
كالقذى ما فيه من رغب. وليس هنا تزمتا من الشعر الإسلامي تجاه المرأة أو قدحا فيه، ولكنه في حقيقة الأمر احترام لها وتقدير لأنوثتها. فالأدبيات المعاصرات شعرا كانت أو نثرا دأبت على استغلال أنوثة المرأة وعاطفتها لنيل أغراض دنيئة، ونظرت للمرأة نظرة حسية شهوانية، وامتدحت جسدها ووصفت مفاتنها وخاطبت غريزتها. فما الضير أن ينظر لها الشعر الإسلامي نظرة معنوية إيمانية؟ فأيهما أولى؟ ويقول الكاتب: ولم ينس الشعر الإسلامي المرأة المستضعفة والمضطهدة، والمرأة المجاهدة في كل زمان ومكان يضطهد فيه المسلمون. يقول الدكتور العشماوي على لسان امرأة مسلمة من بلاد البوسنة والهرسك، قال: أطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت حتى احمرت الأحداق. أطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت حتى احمرت الأحداق. أنا قصة صاغ الأنين حروفها، ولها من الألم الدفين سياق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق. دفن الشيوعيون نبع كرامتي دهرا، وطال حولي الأطباق. أخذوا صغيري وهو يرفع صوته أمي، وفي نظراته إشفاق. وتجرني وغد إلى سردابه، ويجرني وغد إلى سردابه قسرا، وتظلم حولي الآفاق. ويئن في صدر العفاف ويشتكي طهري، وتغمض جفنها الأخلاق. ويقول هاشم الرفاعي على لسان أم تخاطب طفلها وهو في مهده بعد أن أعدم أبوه ظلما، قال: ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب. ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب، وأراك يا ولدي قوي الخطب موفور الشباب، تأوي إلى أم محطمة مغضنة الإهاب، وهناك تسألني كثيرا عن أبيك وكيف غاب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب. هذا ولم يخل الشعر الإسلامي أيها المشاهد الكريم من أشكال من التعبير مشهورة في الخطاب الشعري، خاصة بالمرأة، كاستلهام المرأة رمزا وإيحاء شعريا يبث إليه الشاعر همومه وأحزانه، أو استلهاما رمزا يحزن من أجله. يقول الدكتور عبد الرحمن العشماوي في مطلع قصيدة بعنوان من القدس إلى سراييفو: أذبلتني لأجلك الأحزان، وبكى قبل مقلة الوجدان. سهم عينيك لم يصبني، ولكن سلبتني إرادة الأجفان. لا تغيبي عني فإني لا أخشى أن يجف الندى ويشقى الجنان. لا تقولي من أنت، إني محب أشعلت في فؤاده النيران. بعد هذه المقدمة الشبيهة بالمقدمة الغزلية في القصيدة العربية، ينتقل الشاعر إلى الحديث عن جراح الأمة وهمومها الثقال، فيبكي على الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها. ويقول في مطلع قصيدة بعنوان عندما تشرق الشمس: أخبارك اليوم يا حسناء أخباري،
أخبارك اليوم يا حسناء أخباري، جرح يشاركني في نظم أشعاري. أتى الربيع فلم أشعر بمقدمه، لا الطل طلي ولا الأزهار أزهاري. تقول اطفئي لظى حزني، فقلت لها هل تطفئ النار يا حسناء بالنار. تقول اطفأ لظى حزني، فقلت لها هل تطفأ النار يا حسناء بالنار. والحسناء التي يقصدها الشاعر هي الأمة الإسلامية التي يتمنى أن يراها حسناء دائمة عندما تشرق عليها شمس الإسلام من جديد، براعة في التناول والعرض، تحرك المشاعر وتحفز الوجدان وتدفعها إلى الجدة والحركة دون إسفاف أو سقوط. وقد برع الشعر الإسلامي المعاصر في تناول المرأة الأم والمرأة الزوجة والمرأة الابنة التي يبث إليها الشاعر شوقه وهمومه وعواطفه. يقول الشاعر محمود مفلح: أماه يا لفظا على شفتي، أغلى من الدنيا وما فيها. أماه والأشواق جامحة، كم ذا أكابدها أعانيها. أماه لكني على ظمأ وجوانحي لا بد أرويها، ما دامت الآيات تغمرني وأنا بكل العمر أشريها. وأرى هناك الحلم مئذنة، وأرى طيور العشق تفديها. ويقول الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي: أماه يا سر ألحاني ومصدرها، ونبع قلبي إذا ما صرت ظمآنا. يا نبضة في فؤاد الشعر ما عرفت غدرا ولا عرفت للفضل نكرانا. يا خاطرا في خيال الحب مؤتلفا، يندى شموخا وتحنانا وعرفانا. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة لأن زمن البرنامج انتهى، ولكن ربما نعود إلى المرأة في الأدب الإسلامي وفي الشعر الإسلامي في حلقات قادمات إن شاء الله. حتى ذلكم الحين أيها الإخوة والأخوات، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. ونحن نقرأ أبيات من شعراء كبار أحيانا وأنت تقرأ الروي والقافية والوزن والبحر والخيال، يعني يحرك فيك شيء أو تتذكر مما كتبته أنت. فأحيانا نتوقف ولا أخرج من الموضوع فأأسر نفسي، وقد يلاحظ ذلك المشاهد الكريم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الطاقم الفني الذي يعمل معنا في قناة السلام الإعلامية المباركة. هذه تحياتي، محدثكم أحمد شريف، وأختم كما أبدأ به دوما. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية من إعدادي وتقديمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.